هو ما بيشوفش، لا ام تقعد تخبطه او الاب كده على منقاره عشان ايه؟ تقول له تعالى هاكلك، تخبطه كده يقوم هو ينتبه، يقوم رافع منقاره لفوق، تقوم ماسكه منقاره وتبدا تاكله. الزغلول اهو افتكر ان امه اللي ماسكاه وعايزه تاكله. تمام. يبقى هو هنا بيعتمد على حركه الزغلول ان هو ينتبه، لكن الام مش هتخبط الاربعه وهم لسه في عمر اللبه كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهارده الانتاج المكثف في الحمام اللحم. اللي هو ايه الانتاج المكثف؟ الناس اللي ما تعرفش، الناس اللي معانا لسه جديده ما يعرفش يعني ايه الانتاج المكثف في الحمام اللحم. ان هو بيعمل طريقه ياخد اكبر عدد من الزغاليل في اقل وقت ممكن. تمام. الموضوع ده بيعمله الناس في المزارع في الدول الآسيوية بالأخص، مش في فرنسا ولا في الدول الأوروبية، يمكن ما شفناهاش بيعملوها، لكن احنا شفناها في دول زي فيتنام وتايلاند والصين. تمام. طبعا أحد المتابعين القناة شاف فيديو من القناة دي وقال لي يا عم مصطفى ان هو شافهم بياخدوا البيض، اول ما يتباض البيض زي كده ياخد البطين ويحط مكانهم بطين بلاستيك، ويسيب البطين البلاستيك للاهالي ترقد عليهم، وياخد البيض يجمعه كله يحطه في فقاسة الكتاكيت لحد ما البيض يفقس. بعد 18 يوم يجي ياخد الزغاليل من الفقاسة للاهالي، يرجعهم للاهالي تاني بعد ما يشيل البيض البلاستيك، ويحط لهم 3 زغاليل بدل 2، يخليهم 3 ويحطهم للاهالي. تمام. هم طبعا الاثنين طبيعي بتاعهم، فهو بيحط واحدة كمان عشان يوفر، ويبيض بيض تاني وياخدوا منه وهكذا، او ممكن ياخد منه عش ويسيب عش وهكذا. يعني ده الموضوع ان هو يزود الانتاج. تمام كده. فبيحط 3. طب هو بيقول لي طب هو ليه يا عم مصطفى بيحط معاهم القشر؟ بيشوف القشر اللي طالع من الفقاسه ويحطه مع الزغاليل. ليه هو بيحط قشره البيض؟ عشان الاهالي لما يشوفوا القشره يشيلوا القشر يرموه، لما يشيلوا القشر يرموه يعرفوا ان الزغاليل فقست، يبداوا على طول ان هم ياكلوا الزغاليل اللي هم 3 زغاليل. ان هو هل ده هيكون مهلك للاهالي ان هو يحط لهم 3 زغاليل؟ لا، هو يا جماعه الحمام ممكن ياكل ال3 زغاليل، لكن انا عن نفسي انا بفضل ان هو ياكل ال3 زغاليل او 4 حتى بعد فترة اللبة اللي هي 5 ايام لاسبوع. بعد كده ممكن احط الثالث واحط 4 كمان. طب ليه من البداية ان هم ما حطوش 3 بيضات للاهالي لو هم عايزين يزودوا الانتاج، وبدل ما يحطهم للفقاسة ويوفر الشغل ده كله من البداية كان حط 3 بيضات للاهالي؟ هقول لك ليه. لان هو لو حط 3 بيضات للاهالي ممكن الاهالي تبوظ ال3 بيضات. ليه؟ الاهالي متعوده انها بتبيض 2، فممكن تخرج بيضه تحتها، بيضه تسخن، بيضتين يسخنهم وبيضه تبرد منهم، ومع الوقت هيبدلهم الاهالي، يسيبوا واحده يغلطهم فيها، فممكن يبوظوا البيضتين والثلاثه كمان على فكره، مش واحده بس اللي تبوظ، ممكن يبوظوا الثلاثه، لان هيبدلهم مره دي تبرد مره دي تبرد، ممكن يبوظوا 2 أو 3. فهو بيوفر القصه دي كلها. او ممكن الاهالي تكون وزنها تقيل، الاهالي وزنها تقيل تكون بتكسر البيض، ضوافرها تقيله. لو الاهالي اللي هي بتتعارك في المشاكل دي في اللحم، الاهالي اللي هي بتتعارك على مين يرقد على البيض، فالبيض البلاستيك مش هيعمل معاهم حاجه. تمام كده. فهو بياخد البيض يحضنه، يضمن سلامه البيض، ال3 زغاليل يطلعوا، الا اذا كانت بيضه فارغه او بيضه تفسد. وارد يعني ان البيض يفسد في الفقاسه، لكن مش هيتكسر في الفقاسه. حتى لو قشره البيض ضعيفه البيض مش هيتكسر في الفقاسه. تمام. حتى لو طبعا اهاليه حجم تقيل برضه هتحافظ عليها في الفقاسه. يبقى كده هو ضمن سلامه البيض، وفي نفس الوقت ان هو زود الانتاج. ان هو حط بيض بلاستيك لجزء من الحمام، وجزء التاني سابه ان هو يبيض، يعني رقد جزء منهم على بيض بلاستيك علشان ده اللي هيحط له ال3 زغاليل، والجزء التاني سابه من غير بيض خالص علشان ان هو ده يبيض مره تانية، يبقى كده زود الانتاج. وبعد كده عشان كده هو هيحط ال3 زغاليل. طب هيحط ال3 زغاليل دول امتى؟ في ميعاد فأس البيض بالظبط، يطلع بعد 18 يوم بالظبط. من طبعا هو كاتب هنا او مؤيد في كراسه ان هنا ده بيض مثلا يوم 1، يبقى البيض هيفقس مثلا يوم 18، يبقى هو هيفقس بعد 18 يوم، هيحط لهم البيض في ايام ما البيض يفقس ال3 زغاليل. لكن في طرق تانية على فكرة، في طرق تانية المزارع الصينية بتعملها او مزارع الفيتنامية. طبعا هي لغة الفيديو فيتنامي،
في مزارع بقى تانية شفناها بتشتغل بطرق احدث من كده، ان هي تجمع البيض كله، تجمع البيض مثلا لمدة 5 ايام، لمدة اسبوع، يجمعوا لحد ما يكتمل العدد بتاع الفقاسة. الفقاسة كبيرة كده عندهم زي السلاكة دي، ارفف 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 مليانة، تاخد بيض كتير جدا، الافات البيض. طبعا المزارع دي فيها الاف الحمام، فهو عايز يضاعف الانتاج باقصى درجة. لكن عيوب طبعا الحكاية دي ان هي بيخلي الحمام يبيض بس. فالحمام اللي بيبيض بس ده ممكن بدل ما يشتغل 10 سنين يشتغل 5 بس، بدل ما يشتغل 2 هيشتغل سنة بس. وطبعا هو هيراعيه بالفيتامينات والحاجات اللي هي تزود البيض تخلي الحمام يبيض بس. هو ما ياخد البيض من الحمام ممكن يبيض بعد 10 ل 15 يوم زي ما احنا قلنا، ومع الفيتامينات ممكن هو يخليها 10 ايام بس. المهم ان هو هنا بياخد البيض ده كله يجمعه يحطه في الفقاسة. بعد ما يفقس البيض بياخد الزغاليل، عنده صاج زي كده، طبعا معمول بالصاج متقسم مربعات. المربعات دي بيحط في كل خانة من المربعات اللي فيها يوزع فيها الزغاليل، ويبدأوا يأكلوا يدوي من أول يوم لآخر يوم. دول طبعا بينتجوا إنتاج مكثف جدا جدا جدا. ياخد الزغاليل من أول يوم في العمر ده أو أصغر من ده يمكن فائس امبارح. ياخد الزغاليل كده، وتلاقي البنات قاعده تمسك الزغلول زي ما انا ماسكه كده، ومركبه المبسم السيليكون، وجنبهم الاناء الكبير، حله او غلايه كبيره من بتاعه اللي كانوا بيغلوا فيها الهدوم ديت، مليانه بالميكس. طبعا هو مجهزه دافي. الميكس بتاع المزرعه نفسه هي اللي انتجته، ما بيعطوش سر الميكس بتاعهم لحد على فكره. والميكس ده بياكلوا بيه من اول يوم لاخر يوم. ليه بقول لك الميكس بتاع المزرعه نفسه؟ لان موضوع الميكس انت لو هتاكل بميكس من اول يوم لاخر يوم فالتكلفه هتكون عاليه، خاصه لو ميكس انواع غاليه. الناس اللي عارفه الميكس البلجيكي اللي الكيلو فيه بكام، فطبعا مش هينفع تاكل منه من اول يوم لاخر يوم. في ناس بتجيب الميكسات المستورده دي تاكل منه اول 4-5 ايام كده مساعده عندنا هنا. لكن طبعا احنا هنقول احنا هنستفاد من الحاجات دي. اكيد هتستفاد طريقه من اللي انا بقولها دي، ان انت تزود الانتاج بالطرق العاديه بتاعتنا، ان انت تحط 3 زغاليل، ان انت تبدل زغلول مكان زغلول. اكيد هتستفاد حاجه من الفيديو ده. لكن اللي هم بيعملوه بياخدوا ياكل من اول يوم لاخر يوم. لذلك الحمام تلاقي بيبيض هناك بس، وهم شغالين في بالتاكيل اليدوي وبس. الاهالي هناك ما بتشوفش الزغاليل نهائيا. طبعا في مكان مجهز، اوضه هم عاملينها للتاكيل ده وقت ما يفقس الزغاليل. طبعا عشان الزغاليل بتبقى محتاجه تدفئه الاهالي بتبقى راقده على الزغاليل او راقده على البيض بعد الفأس. الاهالي بترقد عليها في الطبيعه عشان تدفيها، لا هو بيدفي الغرفه دي وضابط الحراره بالرطوبه. تسمع دايما الاجهزه بتشتغل تيت تيت تيت، بتظبط اوتوماتيك مع نفسها، تمام، عماله تعطي صوت كده في الفيديو تشوفها عماله تظبط الصوت. معنى كده الاجهزه شغاله اوتوماتيك، الحراره تعلي توطي، هي ظابطه حراره المكان، تمام، عشان الزغاليل تعيش في الجو كانها تحت الاهالي. هو بياكل لحد اخر يوم ما يخرجها من المزرعه دي. الميكس بتاعه طبعا بيستخدم المبسم السيليكون اللي احنا استخدمناه قبل كده في الفيديوهات بتاعتنا. في طريقه ثالثه بيستخدموها مزارع تانية، او يمكن نفس المزارع، ما اعرفش ايه السر في الطريقه الثالثه ده. انا شفت كل الطرق دي في القنوات دي. الطريقه الثالثه دي ان هم بيعملوا برضه بياخد البيض يحطه في الفقاسه، تمام، جمع البيض وحط البيض في الفقاسه. بيحط بيض بلاستيك نقول مثلا لتلتين الحمام، والتلت التاني يسيبه يبيض. يبقى هو كده حمام هيرقد على بيض بلاستيك، وحمام هيبيض يسيبه يبيض تاني، تمام. بعد ما البيض بيفقس بياخد الزغاليل كلها، وطبعا عنده دورات كل اسبوع، حمام بيبيض كل يوم، حمام بيبيض، فهو كل اسبوع تقريبا بيحط في فقاسه تانية. فهو تقريبا بيعمل الشغله دي كل اسبوع، بيض يفقس كل اسبوع، بيض يتحط كل اسبوع، وهكذا. المهم فهو اما البيض بيفقس بياخد الزغاليل اللي هي في نفس العمر ده ياكلها يدوي لمده 5 ايام لاسبوع، ياكله يدوي للعمر ده او اكبر من العمر ده بشويه، تمام كده. بيجي للاهالي، ودي الطريقه دي عجبتني قوي، يعني انت ممكن تعملها، لكن يكون عندك الميكس اللي هو بتاع اللبه، الحاجه النظيفه. يجي بعد للاهالي اللي هي تحتها البيض البلاستيك، ياخد البيض البلاستيك وبيعمل بنفس الطريقه، بس بيحط 4 من دول، يحطهم للاهالي 4 زغاليل،
يشيلهم يحط 4 زغاليل. تمام، عشان الناس اللي كانت تقول لك ايه، الناس اللي كانت بتهاجمنا ان احنا بنحط 3 وبنبدل الزغاليل من هنا لهنا. التبديل ده يا جماعه دايما انا بعمله. ما تلاقي زغلولين مش قد بعض وعندك زغاليل تانية برضه زغلولين تانيين مش قد بعض، اخلي الاثنين قد بعض، انقل من هنا مع التاني، ما سيبهمش واحد كبير وواحد صغير، يعني دايما انقل في الزغاليل. طب حد هيقول لي زي ما اخونا ده قال لي، طب الاهالي يا عم مصطفى ما بتضربش الزغاليل الزياده؟ قلت له كان هي اصلا هم مش عارفين زغاليلهم، هم اتحط لهم 3 زغاليل او 4 زغاليل، هم كلهم مش ولادهم. تمام، لكن هو وقت ما اتحط له الزغاليل في وقت الفأس بتاعه وحط له معاهم قشره البيض، بيشيل القشره يرميها يفتكر ان البيض اللي تحته فأس، وهو بيض بلاستيك، يفتكر ان البيض اللي تحته فأس. فورا وقت ما شال قشره البيضه دي لازمتها ايه؟ ان هو بيشيلها يرميها يعرف ان البيض فأس. وقت ما شال القشره ياكل على طول الزغاليل. ليه احط له ال4 كبار؟ طب ما يحطهمش ليه من الاول؟ لو حط الزغاليل وهي لسه فأسه زي كده، لو حطهم وهم فأسين زي كده، ممكن الاهالي تدوسهم. الاهالي هتدوس دول، مش هتشوف ال4. ليه بقى؟ الزغلول ده لما بيجي ياكل، الزغلول بعد الفأس من البيضه لما بيجي ياكل، هو الاهالي راقدين عليه كده، فتيجي الام ترجع لورا كده وتلاقيها ايه، لو انت راقبتها هتلاقيها بتخبط على منقار الزغلول كده تخليه ايه، يرفع دماغه. لما يرفع دماغه تقوم ماسكه بقه كده تبدا تاكله، تحط بقها في بقه تبدا تاكله. الزغلول ما بيشوفش اصلا اهو، هو ما بيشوفش، لا ام تقعد تخبطه او الاب كده على منقاره عشان ايه، تقول له تعالى هاكلك، تخبطه كده يقوم هو ينتبه، يقوم رافع منقاره لفوق، تقوم ماسكه منقاره وتبدا تاكله. اهو الزغلول اهو افتكر ان امه اللي ماسكاه وعايزه تاكله. تمام، يبقى هو هنا بيعتمد على حركه الزغلول ان هو ينتبه، لكن الام مش هتخبط ال4 وهم لسه في عمر اللبه كده. لكن لو هم كده فتحوا كده خلاص، ده فتح اهوت خلاص في العمر مثلا نقول عليه ايه 6 ايام او اسبوع اهو، ده بدأ يفتح خلاص في العمر ده هو اداه اللبه الصناعي. يبقى هو هنا استفاد كمان بانه هو حط 4 زغاليل، والزغلول ده هياخد لبه الاهالي من تاني، هو حطه للحمام اللي لسه المفروض بيضه يفقس النهارده وهو في العمر ده، يبقى ده هياخد لبه وهو في العمر ده، يبقى حجمه هيبقى قد كده. تخيل ان ده لما ياخد لبه هو بدا الاهالي تعطيه خشن، لا هو هياخد لبه الميكس بتاعه اللي هو عامله، وهيرجع ياخد اللبه بتاعه تاني مره تانيه. فالزغلول ده هتلاقيه تضاعف حجمه بسرعه كده، في ما ياخد له اسبوع كمان لبه من الاهالي او 5 ايام كمان لبه من الاهالي، هتلاقيه بقى قد كده. تمام كده، يبقى في الوقت ده اللي هيطلب الاكل، في الحجم ده في العمر ده اللي هيطلب الاكل. عشان كده ينفع ان هو يحط 4 لو حطهم في العمر ده. لكن في العمر الصغير ممكن الاهالي تدهسهم ويموتوا والاهالي ما تشوفهمش زي ما قلت لك، لان هي بالحاسه كده مش هتبقى حاسه بال4 زغاليل، لان الاهالي عارفه ان تحتها 2 بطين بيطلعوا 2، لكن لما يبقوا 4 مش هتاخد بالها ان هم 4. لكن لو كبار زي ده اللي هيطلب الاكل، ده هيطلب الاكل من الاهالي. ساعه ما تيجي عليه هيحس بالزغلول اللي جنبه بياكل، هيرفع بقه وينادي على طول ان هو عايز ياكل. وطبعا الاهالي هنا برضو ما بتضربش الزغاليل الزياده لان هي ما عرفتهاش. على فكره يا جماعه برضو مش كل الاهالي بتضرب الزغاليل حتى لو هي كبيره، في اهالي لو حطت لهم 4 زغاليل وهم كبار حتى ما بيضربهمش، وفي اهالي بتعرف الزغاليل خاصه وهم كبار. لو هم صغيرين مش حمام هيعرفهم، لو هم لسه صغيرين في الاحجام دي، لو هم صغيرين لسه في الاحجام دي محدش بيعرفهم من الاهالي عادي مش هيضربوهم، لكن بيضربهم الزغاليل الكبيره اللي بتمشي. هوري لك دلوقتي برضو اهو، هنشوف زي دول كده من حاطط لهم 4 بياكلهم عادي، وهم برضو لهم بيض هنا فوق على الرف اللي فوق ده بياكلهم. لكن في حمام تاني غبي، حمام بيعرف في العمر ده، الحمام بيعرف. فانت لو هتحط حاجه زي دي كبار مع بعض دول 4 هم، لو هتحط اي زغلول لاهالي مش ولادها خلي بالك منهم، راقبهم. لو لقيته بياكلهم حمام حنين بياكل ايه زغاليل، في حمام كده، وفي حمام تاني غبي بيعرف الزغاليل يضربها ويعورها ويموتها كمان. فانت تخلي بالك من الحكايه دي، مش كل الحمام بياكل اي زغاليل، ده عارفهم وهو حنين فبياكلهم عادي. هو برضو سالني سؤال بيقول انا حاليا عندي 3 عشوش فاقسين مع بعض في الاعمار دي، ينفع ان انا اضم كل 3 زغاليل مع بعض واخلي جوز منهم قص منهم يبيض تاني يخليه فاضي من غير زغاليل؟ قلت له ينفع، لكن انتظر لما يكون في العمر ده. تمام، في العمر ده
اعمل زي ما انت عايز، ضمهم على بعض في العمر ده. قال يعني الاهالي مش هتضربهم؟ لا مش هتضربهم في العمر ده. لو اكبر من كده ممكن يعرفوهم زي ما قلت لك، او ممكن ما يعرفوهمش حسب الاهالي، او ممكن يعرفوهم وياكلوهم برضه. يعني في اهالي حنينه، مش كل الاهالي تمام. لكن في العمر ده ما فضلش ان انت تحط 3، لكن في ممكن ياكلوه ممكن ما ياكلوهمش. لو تحط 3 في العمر ده يبقى تتابع وكل يوم تبدل. اللي ما كلش حاول ايه تبدله مع اللي اكل. ولها طريقه يعني ان انت تبدل الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير، كل يوم تتابعهم. لكن ما تحطهمش وتسيبهم كده، كل يوم تتابعهم. اللي ما كلش تاكله، اما تطلع تاكل تاخد الزغلول اللي اكل وشبعان وتسيب الزغلول اللي هو ما كلش، الاهالي تاكله وبعد نص ساعه ترجعه تاني. اما تضم زغاليل على بعض لازم يكونوا تتاكد ان هم في نفس الحجم، ما يبقاش فيهم واحد كبير وواحد صغير. تحاول تخلي ال3 في حجم واحد. لو فيهم واحد كبير وواحد صغير، الكبير اللي هياكل من الاهالي والصغيرين مش هياكلهم. تمام كده؟ بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.